بعد الصلاة والسلام على خير الأنام حبيبنا محمد عليه أفضل الصلوات والسلام. مساء الخير عليكم أموراتي الغاليات، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. يلا نبداو في وصفتنا لنهار اليوم. عندي زوج حبات نتاع البيض درجة حرارة الغرفة، كأس إلا ربع ناقص سكر، عندي مبشور الليمون، عطر الليمون، قرصة نتاع الملح، ونبداو نخلطو في المكونات نتاعنا بالباتور حتى نتحصلوا على قوام كثيف ويبدا يتضاعف معنا المكونات. هذه هي وصفتنا لها اليوم، بزاف بنينة واقتصادية، وبنص كاس زيت تقطع لك كمية ما شاء الله تبارك الرحمن. هاوليك القوام اللي تحصلنا عليه، شو كيفاش تضاعف معنا يولي شبه المايونيز. عندي الكاس اللي كيلت بيه في الاول 240 ملي، استعملت النصف نتاعو فقط نتاع الزيت، ونبدا نضرب في المكونات نتاعنا بالتدريج حتى نتحصلوا على قوام كثيف وتانيك تشرب لنا الزيت غير بالعقل. اللي عندها الباتور تقدر تستعملو، اللي عندها الميكسور تانيك اللي ما تشي متوفر لها هادو المكون كيما نقولوا الروبوت، تقدر تستعمل الفوي برك تطول وهي تخلط. يعني علاش تطول باش تخلط؟ لانه الزيت باش يدخل في المكونات نتاعها وحلوتها كي تجي طيبه باش تخرج هذيك الكميه نتاع الزيت هكذا، وتجي الحلوه نتاعك طريه. هاليك بعد ما خلطت المكونات نتاعنا باش حلوتنا تجينا طريه، ضفت في الاول نص كاس نتاع المايزينا وكاس نتاع الفارينه. هنا استعملت فارينه تاع جميع الاستعمالات تاع 5 كيلو، اللي تحب الماركه نخلي لها في التعليقات. استعملت زوج مغارف نتاع نواه كوكو، زدت كاس نتاع الفارينه وربع ملعقه صغيره تاع خميره الحلوى باش تعطينا خفه وهشاشه. في المرحله الاولى درت زوج كيسان نتاع الفارينه، غير نبدا نجمعو في المكونات نتاعنا راح تتشرب لنا هذيك الفارينه، نزيدو لها نص كاس نتاع الفارينه هكذا. في الاول هذا القوام اللي نتحصلوا عليه يجي طري هكذا، ونزيد نضيفو نص كاس نتاع الفارينه هكذا، ونتحصلوا على قوام طري شبيه بلاباط نتاع الصابلي. هاد الوصفات تقدروا ديروها لي صابلي راح يجوكم بزاف بزاف بنان. برك نحو ليكستري تاع الليمون وعوضوه باللافاني هكذا. هاي ليك المكون عفوا لاباط نتاعنا، شوف كيفاش جات طريه ما شاء الله، ماشي مشقه، تقدروا تستعملوها اي وصفه جافه الحلوه نتاعنا. هاي ليك دوك هنا نشكل كريات صغار يكونوا نفس الحجم، نحطهم في بلون ترافاي نتاعنا هذاك اللوح تاع الحطب هكذا. شوف كيفاش ما جاتش مشقه، تجي ليس، الزيت متشرباتو كامل هكذا. هي تقطع لنا كميه ما شاء الله الحلوه نتاعنا. دوك نبداو نشكلو فيها هكذا حربوش يكون متوسط، ونبداو نجبدوه في الاطراف بهذه الطريقه، يعني باش نشكلو تشويركات نتاعنا. يعني هاد الحلوى تقدروا تشكلوها اي شكل اللي حبيتو، انا برك اخترت هاد التشويركات يجوا هكذا صغار نفس الحجم، نحطها في الصينيه نتاعي تكون مرشوشه بالفرينه. تقدروا اللي عندكم بابي كويسون تحطوه في الصينيه نتاعكم هكذا، ونكملوا العمليه بنفس الطريقه. يعني نشكلوا الحربوش تاعنا، نقيسوا على يدنا يجوا نفس الحجم، ونبداو نرقوا في الوسط ونخلوه خشين، نرقوا عفوا في الاطراف ونخلوه خشين في الوسط هكذا بنفس الكميه. نكملوا كامل الطريقه تاعنا بهذا الشكل هكذايا. يعني اللي تحب تنضم الي في القناه نتاعي عبر الانستغرام، ما عليها الا تواصل معايا لامينه المطبخ الجزائريه البليديه، راح تكون الاسم القناه نفس قناه الانستغرام. راح تعطوني التطبيقات نتاعكم وراح نحطه لكم هنا في المنتدى تاع اليوتيوب هنا. نشكلوها بهذه الطريقه حتى نكملوا كامل الحبيبات نتاعنا. وفي هذه المرحله شعلت الفرن نتاعي على 160 درجه، نطيبوا حبيبات الحلوى نتاعي من تحت
يطيبوا لي من تحت نحمرهم من الفوق. شوفوا انا جمرتهم بهذه الطريقه. هنا عندي نواه كوكو والمعجون، انا نحبهم محمرين، ندهنهم من الفوق بالمعجون هكذا. اللي ما حبتش تستعمل نواه كوكو وما تحبوش تقدر تعوضوا بالغاطو تاع بيمو ولا اي غاطو عندها، ترحيه وتبدا ترمط فيه من الفوق، راح يعطي تانيك ذوق بزاف شباب الحلوى نتاعنا. هكذا نكملوا الحبيبات نتاعي بهذه الطريقه هكذا، ونرمدوهم في نواة كوكو، يعني غير بالعقل. حلوى يعني يومية تقدري تحضريها لوليداتك لضيوفك، يعني تهنيك، بما انه الغلاء المعيشة المنتوجات تاعنا راهي النار شعلة فيها. نحاولوا دايما نقتصدوا نجيبوا لكم الوصفات السهلة الاقتصادية اللي راح تكون في متناول الإنسان البسيط الشهر هكذايا. يعني هنا نجيبو التزيين نتاعنا، تقدروا تستغناو عليه. انا استعملت هاد الزجزاج نتاع الشوكولا هكذا، شوكولا درت لها زجزاج خفيف هكذا. كيما تعرفوا الدراري نتاعنا يحبوا الشوكولا ويحبوا دائما ننوعوا لهم في الاطباق نتاعنا، كيما مثلا الحلويات كل حاجه مام تحطيها رضياف تحمري وجهك بها، مش اكيد مش راح تحجمي بها. وتقدري تانيك تخليها سامبل كيما تحبين نتيا. وهنا راني نضفت لها حنضيف لها ورد تاع الشوش، تقدري تخليها كيما قلت لك سامبل هكذايا. هاد التزيين البسيط والسهل هكذايا. ودوكا هنا نشوفوها في طبق التقديم جاهزة هكذايا. شوفوا يعني كيف جات ما شاء الله تبارك الرحمن، ما تيماجينيوش فيها ذوق رائع. الريحة راهي معبقة في الدار، شهيتكم في الجنة خياتي العزاز. نتمنى كامل تجربوها، كيما قلت لكم تشاركوني تطبيقاتكم. هاكي دوك نقسمها لكم تشوفوها عن قرب. شوفوا الطرية الشيشة بزاف بنينة هكذا. نخلي لكم في رعاية الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.